انت متخيلين الرقم؟ متخيلين نسبة ظهور القناة على اليوتيوب؟ متخيلين نسبة نجاحك على اليوتيوب؟ متخيلين ان فيديو واحد يجيب لك 5000 مشاركة او 5000 مشترك بمجرد ما انت طبقت النصائح اللي احنا قلناها؟ انا مش عايز حد يسألني انت قلت ايه في الحلقة دي، لان انا مش عارف انا اصلا هقول ايه في الحلقة دي، بس انا طالع لحضرتك النهاردة اقول لك واوريك اثبات بعينك هتشوفه ان انا قدرت اجيب في اسبوع واحد 8000 ساعة مشاهدة، ومن فيديو واحد قدرت من خلاله اجيب شروط تحقيق الربح من اليوتيوب. وانت كمان تقدر تعمل كده. انا مش محضر ولا كلمة من اللي انت هتسمعهم دلوقتي، انا طالع اصور الحلقة، طالع افتح الكاميرا وطالع اقول لك واوريك اللي انا وصلت له، وان ازاي انت كمان تعمل ده واحسن من ده. مبدئيا كده عشان محدش يقول لي انت قناتك كبيرة فقدرت تجيب المشاهدات من فيديو واحد في وقت قليل، لا، دي احصائيات القناة زي ما حضراتكم شايفين من 18 ديسمبر، يعني من حوالي شهر. احصائيات المشاهدات في اليوم الواحد 180 1000 400 165 700 500 900 136، دي المشاهدات بتاعت اليوم كله، لحد ما الحمد لله قدرنا نوصل في اليوم الواحد ل 3000 و16000 و15000 و30000 و60 و39000 و28000، كل ده في خلال اسبوع. الزيادات بدأت من يوم 5 يناير، والنهارده اهو اخر احصائيات 12 يناير، وانا بصور لك الحلقه 13 يناير، لسه احصائياتها ما ظهرتش. وده يا شباب الفيديو تحديدا اللي عمل كده في القناه في خلال 7 ايام، تاريخ نشر الفيديو 5/1، قدرت في خلال 7 ايام او 8 ايام 110000 مشاهده، 8000 ساعه، 5200 مشترك في خلال 7 ايام. ودي مصادر الزيارات عشان محدش يقول لي ده اعلان مدفوع، ميزات التصفح، الفيديوهات المقترحه، بحث اليوتيوب. النهارده هتعرف ازاي انا خليت الفيديو ده يوصل للرقم ده من المشاهدات. ومهم جدا كمان تشوف معايا احصائيات الفيديو ده، 41000 مشاهده و3000 ساعه و1600 مشترك في قد ايه؟ تاريخ نشر الفيديو 9/1، يعني النهارده 13، 4 ايام تحديدا، يعني كمان يومين هقدر اجيب كمان شروط اليوتيوب من خلال الفيديو ده، من فيديو واحد. ازاي قدرت اعمل كده؟ ده اللي احنا هنعرفه في حلقه النهارده. اهلا بيكم يا شباب. معلش بقى سامحوني على الحماس والسرعه في الحديث، لان انا مبسوط ان قدرت بالفعل اقدر اوصل للاحصائيات دي من خلال فيديو واحد ولا من خلال 2 فيديو في خلال الفتره القصيره دي. فانا حابب افيد حضرتك بالتجربه دي. طبعا دي مش قناتي الاساسيه، الاحصائيات دي على قناتي الثانيه، قناتي الاساسيه اللي حضرتك بتشوف عليها الفيديو حاليا، وان شاء الله باذن الله خطتنا ماشيه على المنوال ده، واللي هنوصل بيه لاحسن من كده كمان. فعشان تتاكد ان انا لما بشرح لك حاجه مش بشرح لك حاجه وخلاص، لا، عن تجربه وشيء فعلي قدام حضرتك، مش بشرح لك كلام وخلاص او ان احنا حافظين كلمتين بنطلع نقولهم، لا، الكلام عملي وفعلي. فركز معايا عشان تعرف ازاي تعمل النتيجه دي، لان سهل جدا جدا انك تعملها، وتقدر تجيب ال 4000 ساعه في اسبوع واحد. الاول خليني اوريك حاجه مهمه جدا هتفيدك واللي ساعدتني في الوصول للارقام دي والاحصائيات دي، انا طبقتها بنفسي. حضرتك شايف الفيديو ده اللي كتبت لك فيه كيف تجعل يوتيوب يكتشف قناتك، وكانت الصوره المصغره كيفيه بناء جمهور قناتك، ازاي تظهر في يوتيوب وتبني جمهورك. الحلقه دي كانت السبب في نجاح الفيديوهات بتاعتي، ومش الحلقه دي بس. شايفين الحلقه دي اللي كتبت لك فيها لا تتوقف عن استخدامها، واللي كنت بتكلم فيها عن تصدر نتائج بحث يوتيوب واهميه استخدام الكلمات المفتاحيه؟ الحلقه دي برضو مهمه وهكون سايبها لك في الوصف. طيب شايف الحلقه دي كمان الاخطاء اللي بيقع فيها القنوات الصغيره اللي بيوصلوا ل 100 مشترك او اول لما تفتح القناه؟ الحلقه دي برضو من الحلقات اللي طبقت الشروحات بتاعتها واللي ادت الحمد لله للنتيجه اللي انتوا شفتوها بعينيكم. والحلقه دي برضو مهمه جدا جدا، افكار فيديوهات ناجحه لزياده مشاهدات اليوتيوب، اللي طبقت الفكره اللي فيها عندي واللي كانت سبب في الحمد لله في نجاح الفيديو. هقول لكم كل حاجه بالتفصيل وهنحلل الفيديو واحده واحده. طيب انا عارف ان ده اللي يهمكم، ازاي قدرت اوصل للارقام دي. خلينا ندخل على تفاصيل الفيديو، وانا كاتب لكم كل حاجه علشان ما انساش، وعايزك كده تجيب ورقه وقلم او الموبايل بتاعك وتأيد ورايا الملحوظات دي، عشان الملحوظات دي مهمه جدا جدا. انا كتبتها عشان اطلع اقولها لحضرتك وما انساش، وهنتكلم عليها واحده واحده، وتكتبهم زي ما انا هقول لك كده. العنوان والترند دي اول حاجه نحللها كده في الفيديو. اول حاجه عنوان الفيديو لازم يكون عنوان يجذب انتباه المشاهد، وخلي بالك في فرق كبير ما بين كلمه يجذب ويكذب. يعني عنوانك ما يكونش مضلل، عنوانك يكون جاذب للانتباه، تشد انتباه المشاهد ان هو يدخل على الفيديو بتاعك. ربح $1250 من شات جي بي تي، واحصل على وظيفه دائمه. احصل على وظيفه دائمه. مين فيكم لو شاف العنوان ده مش هيدخل عليه؟ نسبه كبيره هتدخل عليه، وده اللي حصل. نسبه النقر الى الدخول على الفيديو 7.3%. الفيديو ظهر على اليوتيوب مليون مرة، ونسبة النقر 7%. دي احصائيات ممتازة.
انت مش متخيل قد ايه ان العنوان الجذاب هيفرق معاك. اتحرك دلوقتي وصور فيديو وخلي العنوان جذاب. نرجع تاني للفيديو عشان ما نخرجش بره الموضوع. عنوان جذاب يبقى لفت انتباه، يبقى زياده نسبه نقر الى الظهور. الجزء الثاني من العنوان وهي الكلمه المفتاحيه شات جي بي تي. وهنا الفيديو انا ضفت فيه اكتر من كلمه مفتاحيه، الربح من الانترنت 2023 وشات جي بي تي. ومش هنا بس قصدت بيه ككلمه مفتاحيه، لا، شات جي بي تي هو النوع الثاني من العنوان او الكلمه الثانيه من العنوان ان انا قلتها لك، الترند. العنوان والترند. شات جي بي تي هو ترند المحتوى التقني حاليا. الناس كلها بتتكلم عن شات جي بي تي وان هو موقع بيعمل بالذكاء الاصطناعي، ممكن يغنيك عن استخدام محرك بحث جوجل ويعمل لك كل حاجه، مقالات وترجمه وتدقيق لغوي وحاجات كتيره جدا. فانا قلت طيب ما استخدم الترند ده في اني اعمل عنه حلقه كويسه تجذب انتباه الجمهور ويهتموا بيه، وفي نفس الوقت عليها بحث علشان تجيب مشاهدات كتير. ما هو ده الترند. وفي نفس الوقت انت ما كدبتش، انت اديت لهم فكره للربح واديت لهم فكره لاستخدام الاداه دي، اداه ترند في المحتوى التقني. يبقى كل المهتمين بالتقنيه هيتفرجوا على الفيديو ده او هيدوروا على الحاجه دي، او بالفعل هم بيدوروا على الحاجه دي. فانت احذف لهم بقى الصناره واصطاد المشاهدات. ده مش عيب، ده هو اساس النجاح في اليوتيوب، استغلال الترند والمحتوى بتاعك. يبقى نخلي العنوان بتاعنا، عشان بس النقط كتير، نخلي العنوان بتاعنا يتضمن كلمه مفتاحيه عليها سيرش كتير، بحث كتير، ويا سلام لو هي ترند زي شات جي بي تي، وكمان كلمه مفتاحيه عامه اللي هي الربح من الانترنت 2023 وعنوان جذاب. يبقى انت طلعت عنوان فوق الممتاز، فوق الممتاز، ومش هيبقى مطلوب منك اي حاجه كده غير تطبيق باقي الشروط. تاني حاجه اكتب ورايا الكلمات المفتاحيه. زي ما قلنا ان في كلمات مفتاحيه في العنوان، لازم نكتب في الوصف كلمه مفتاحيه، خصوصا اول سطرين. هنا احنا بنخلي يوتيوب يكتشف القناه بتاعتنا، يكتشف الفيديو بتاعنا عشان يظهر في نتائج البحث فكره رائعه للربح من الانترنت والحصول على وظيفه دائمه على الانترنت مع شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي. قول لي ايه اللي مش هيخليك كمستخدم او مشاهد تخش على الفيديو ده لما تشوف الكلمه دي في اول سطر في الوصف ولا في اول سطرين في الوصف. سامحوني بس على الكلام السريع، انا مش محضر، انا بقول لك المكتوب قدامي، فسامحوني معلش. مين فيكم مش هيخش؟ لا هتخش، ولو انت ما دخلتش اليوتيوب غصب عنه هيعرض الفيديو قدامك، هيقترحه قدامك، تعمل له كل اللي هو عايزه، انت مش سايب له حاجه مش عايزها. احنا لسه كمان هنخش جوه الفيديو، انا بديك التفاصيل الخارجيه، لسه كمان في تفاصيل جوه الفيديو. يبقى حضرتك لازم تهتم بالعنوان والوصف، اظهر الفيديو بالطريقه اللي يحبها اليوتيوب واللي يحبها المستخدم قبل ما يحبها اليوتيوب. بلس انا عايزك تنزل معايا كده تحت في الفيديو وتشوف الكلمات المفتاحيه. يبقى احنا نكتب الكلمات المفتاحيه اللي ليها علاقه بالفيديو واللي عليها بحث عشان اظهر. حط نفسك مكان المشاهد، لو انت هتبحث عن الموضوع ده هتدور عليه ازاي؟ هتدور عليه كده وهتدور عليه كده وهتدور عليه كده، بلس الادوات اللي احنا قلناها قبل كده، فيد اي كيو وتيوب بادي وجوجل ادورد اللي يجيب بيها الكلمات اللي عليها بحث كتير. انا استخدمت الثلاث ادوات دول في الحصول على النتائج اللي حضرتك شايفها، بلس طبعا المحتوى، وبلس كمان جوه الفيديو لما نخش هنشوف ايه اللي حصل جوه الفيديو، حاجات كتيره جدا حصلت جوه الفيديو. يبقى اتكلمنا عن العنوان، عن الوصف، عن الكلمات المفتاحيه، عن الترند اللي هو اهم حاجه. شوف محتواك الترند بتاعه ايه واستغل، ما تعديش. زي محتوى اليوتيوب الترند بتاعه الفتره دي الربح من الفيديوهات القصيره. شوف انا نزلت كام فيديو عن الفيديوهات القصيره. طبعا اداء الفيديو ما سمعش زي المحتوى ده، ما كانش فيه تخصص على القناه، ودي كانت غلطتي، عشان كده بدات اتخصص، والفيديوهات بدا ادائها يرتفع. بعد كده الصوره المصغره، متهيألي انت شفت الصوره المصغره ومش محتاج ان انا اتكلم عليها كتير. ادي الصوره المصغره، انا مش هتكلم عن الصوره، انتوا شايفين الصوره، شايفين قد ايه هي تجذب الانتباه. في طرق كتيره انك تخلي الصوره تجذب الانتباه. اولا ما تكتبش كلام كتير على الصوره، خير الكلام ما قل ودل. انا مش كاتب ولا كلمه على الصوره، انا كاتب رقم وشات جي بي تي. ده فيديو على قناتنا الاساسيه اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي، فيديو واحد 10 مليون مشاهده. ايه اللي انا كتبته على الفيديو؟ يبقى اكيد انت هتدخل على الفيديو عشان تعرف ازاي فيديو واحد بيساوي 10 مليون مشاهده. زي ما حضرتك هتشوف الصوره المصغره اللي على الفيديو ده ان شاء الله هتخش عليها عشان تعرف ازاي فيديو واحد يجيب لك 4000 ساعه في اسبوع. لفت انتباه المشاهد، الكلام كبير وواضح، انت كمان صورت نفسك في وضعيه 10 مليون مشاهده في فيديو واحد، يا الهي. فهمني يعني. انا كمان هسيب لك في الوصف، هسيب لك في وصف الفيديو طريقه انشاء الصوره المصغره. الصوره دي انا عاملها بالموبايل بتاعي، انا بس بسجل عليه الصوت دلوقتي، انا عاملها بالموبايل، لا فوتوشوب ولا برامج، بالموبايل. نرجع لموضوعنا ونفتح مع بعض الفيديو. بدايه الفيديو من اهم العوامل لنجاح الفيديو على القناه بتاعتك وعلى اليوتيوب واقتراحه من قبل اليوتيوب.
صدقوني من خلال الفيديو ده اللي انا مش محضر فيه ولا كلمه، والله ما محضر فيه ولا كلمه، تقدر تدخل في الشهر $1000. انت حاليا بنسبه كبيره هتقول يا ابو ملك انت بتبالغ، الكلام اللي انت هتقوله في حلقه النهارده الكلام ده مبالغ فيه. 13 ثانيه خليت حضرتك تكمل الفيديو، بالطريقه دي هتقدر تكسب $1000. انت حضرتك دلوقتي هتقول الكلام اللي انا بقوله مبالغ فيه، هتقول يا ابو ملك انت بتبالغ. جذبت انتباهك، ايه يا عم اللي انت هتبالغ فيه؟ سمعنا انت هتبالغ في ايه؟ شد انتباهنا يا عم، خلينا نتفرج على الفيديو ونعمل احتفاظ بالجمهور عشان الفيديو بتاعك ينجح. بصوا كده معايا على احصائيات الاحتفاظ بالجمهور للفيديو. متوسط مدة المشاهدة 4 دقايق و17 ثانية. الفيديو عبارة عن 13 دقيقة ونص، يعني تلت الفيديو بالنسبة للرقم اللي جابه من المشاهدات 110,000 مشاهد. تلت الفيديو الناس بتتفرج على الفيديو 4 دقايق وشوية، في ناس اتفرجت عليه 5 دقايق. قدرت تخلي المشاهد يتفرج على الفيديو اطول وقت ممكن. يعني تخيل الفيديو ده لو مثلا 10 دقايق، يعني تقريبا انا خليت الناس تتفرج على الفيديو نص الفتره. تخيل اليوتيوب ده هيعمل ايه في الفيديو اذا كان بالشكل ده. الفيديو وصل لمليون مره ظهور، 1,100,000 مره ظهور. انت متخيلين الرقم؟ متخيلين نسبه ظهور القناه على اليوتيوب؟ متخيلين نسبه نجاحك على اليوتيب؟ متخيلين ان فيديو واحد يجيب لك 5000 مشاركه او 5000 مشترك بمجرد ما انت طبقت النصائح اللي احنا قلناها؟ الفيديو التاني ده ظهر 300,000 مره ظهور، نسبه النقر الى الظهور فيها 10%، 3 دقايق و54 ثانيه. انت متخيل قد ايه بدايه الفيديو جذابه؟ متخيلين بدايه الفيديو واجتذاب الجمهور والاحتفاظ بيه بتعمل ايه في الفيديو في نجاحه؟ وحضرتك لما بتيجي تبدا الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معلش دقيقه واحده بس اقعد الكرسي عشان اعرف اصور. معلش اظبط بس الحته دي. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ الحمد لله بخير ان شاء الله. النهارده هنتكلم في 5 حاجات او 4 حسب الظروف. ايه يا عم تخش في الموضوع على طول؟ ده مش وقت تضييع كلام، مش وقت تضييع وقت، مش وقت تضييع وقت، يعني ما تضيعش وقت، خش في الموضوع على طول. انت كده بتخلي الفيديو بتاعك يفشل. الناس عايزه محتوى، الناس مش عايزه تشوفك، خصوصا وانت لسه في البدايه. خش في الموضوع على طول يا جماعه. ده النجاح. صدقوني انا مبسوط وانا بقول لكم الكلام ده. انا مبسوط ان انا قدرت احقق حاجه. انا عايزكم كمان تعملوا كده. اتكلمنا عن بدايه الفيديو، واتكلمنا عن الصوره المصغره، واتكلمنا عن الاحتفاظ بالجمهور. نتكلم بقى عن النقطه الثانيه، وتحديدا اللي انا شرحتها في الفيديو ده، اللي انا مش عاجبني بصراحه تفاعلكم مع القناه الفتره اللي فاتت، بس ده امر يعود ليكم، وان شاء الله هنجبركم على التفاعل باذن الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طبعا الفيديو ده انا اتكلمت فيه عن افكار فيديوهات ناجحه لزيادة مشاهدات اليوتيوب، وتحديدا ذكرت في الفيديو ان من داخل قناتك هتجيب افكار تنجح بيها فيديوهاتك وقناتك. ناس استغربت، من داخل القناة؟ يا عم من داخل القناة. طيب القناة دي حضرتك ازاي من داخلها جبت فكرة فيديو تنجحك؟ بسيطة جدا. انا واحد نزلت فيديو خلال 4 ايام جاب لي 7000 مشاهده. الفيديو ده خلال 4 ايام جاب لي 3 ايام جاب لي 7000 مشاهده. طيب من 3 ايام لاسبوع يجيب لك 100,000 مشاهده؟ يجيب لي 100,000 مشاهده، ما يجيبش لي 100,000 مشاهده. طيب ايه اللي خلاني اعمل الفيديو ده؟ الفيديو التاني ده بتكلم عن ايه يا ترى؟ بتكلم عن شات جي بي تي. برضه برضه مش برضه ليه؟ الناس بتدور عليه، الناس عايزه ترند، حاجه ليها علاقه بيه. انا لما نزلت الفيديو ده في 7 ايام جاب لي 110,000 مشاهده، ليه ما اعملش فيديو تاني وفيديو تالت؟ طب اقول لك على الكبيره، ادي الفيديو التالت. الفيديو برضو اتكلمت فيه عن شات جي بي تي، بس المره دي اتكلمت عن سؤال الناس بتدور عليه: ازاي نفتح شات جي بي تي في الدول الغير مدعومه؟ طيب ده مش ترند؟ ترند. يبقى انت لو ما استغلتش الترند يبقى تستاهل ان قناتك ما تكبرش، تستاهل ان قناتك ما تنجحش. فيديو انا نزلته النهارده نفس اليوم اللي انا بتكلم فيه مع حضرتك دلوقتي، جاب كام مشاهده؟ 5000 مشاهده، 5200 اهو. اخر 48 ساعه 5200 مشاهده. النهارده مصادر الزيارات ايه؟ ميزات التصفح، ميزات يوتيوب الاخرى، صفحات القناه، الفيديوهات المقترحه. في اعلان ممول؟ لا الحمد لله مفيش اعلان ممول. جاب قد ايه ساعات؟ 217 ساعه. كام مشترك؟ 82 مشترك، ولسه في ازدياد. في الساعه الواحده الفيديو بيجيب 628 مشاهده. الفيديو ده هينجح ان شاء الله، هينجح باذن الله. وان شاء الله اثناء معنا معمل المونتاج هعرض لحضراتكم اخر احصائيات الفيديوهات دي، مش الاحصائيات اللي انتوا شفتوها كمان ان شاء الله باذن الله. فليه انت ما تستغلش حاجه زي كده؟ الفيديو ليه علاقه بالفيديو الاول، نجح، فيديو جاب لك 110,000 مشاهده، الثاني جاب لك 40,000، الثالث خلال 2 ساعة او 3 جاب لك 5000 مشاهده. يبقى ليه؟ وان شاء الله انا كمان بصور حلقه. بس المهم لما تيجي تقدم محتوى ما تضحكش على الناس، ما تخدعهمش، استغل الترند فيما ينفع الناس مش فيما ينفعك انت فقط. انفع الناس قبل ما تنفع نفسك.
لو هدفك هو الضحك على الناس يبقى انت مش هتنجح، حتى لو نجحت هنا مش هتنجح ما بين الناس، وربنا كمان مطلع عليك. استغل الترند فيما ينفع الناس وينفع قناتك طبعا، بس في الاول في الاخر ما تضحكش على الناس. ولسه انا هصور فيديو رابع هتكلم فيه عن طريقه شخصيه تقدر تكسب بيها، واللي انا كنت كنت فيها قبل كده على القناه، ازاي تعمل موقع. انا صورت لحضراتكم فيديو عن استخدام شات جي بي تي في قنوات اليوتيوب، وهنزله قريب ان شاء الله على القناه، يمكن بعد الفيديو ده او قبليه. نزلته على قناه اليوتيوب، او هنزله على قناه اليوتيوب. كل ده عشان موضوع ترند يبقى لازم استغله فيما يرضي الناس. ازاي تستخدم شات جي بي تي في زياده المشاهدات، ده فيديو تجربه شخصيه وهنزلها على القناه ان شاء الله. انا ما عنديش حاجه تانية اقولها. انا كده وصلت لنهايه الفيديو، وصلت لشرح تجربتي الكامله مع النجاح على اليوتيوب والحصول على شروط اليوتيوب في خلال ساعه، او في خلال في خلال اسبوع. لو عند حضرتك اي سؤال سيبه في التعليقات. كل اللي اتمناه من حضراتكم، لو الحلقه دي كانت عجبتك او انت وصلت لاخر الفيديو، واتمنى ده، يا ريت تشارك الفيديو عشان زي ما انت استفدت غيرك يستفيد، وتدعمنا من خلال اللايك والتعليق والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل. طبعا لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.